بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد تحت عنوان لنتحاور في رمضان. مشاهدي الأكارم، عنوان هذه الليلة وهو الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1443، برنامج يتحدث عن هل ممكن أن نتغير في رمضان؟ ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن الكريم واجبة كما يقول أهل العلم، وتتقون أي يحدث لكم من مخافة الله عز وجل واستقامته والسير على نهجه سبحانه وتعالى. فهل إذا صام المؤمن صياما صحيحا تتغير جوارحه وأركانه؟ وهل يكون من أهل التقوى الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ هل تتغير جوارحنا؟ هل تتغير أخلاقنا؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. هل تتغير أحوالنا فنقترب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن معاصيه؟ هل ممكن رمضان أن يغيرنا؟ كل هذه الأسئلة نطرحها بين يدي المشايخ في هذه الحلقة. بكم جميعا أرحب بالدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، والشيخ محمد عبد الله الجبرتي هنا في الاستوديو، وكذلك أرحب بفضيلة الشيخ عبد العزيز عطاء من خارج الاستوديو. أهلا وسهلا بمشايخنا الكرام. واستمرارا لهذه التساؤلات نقول: ربنا عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهل يغيرنا الدعاء؟ وهل نقترب إلى الله عز وجل فتتغير أحوالنا وتتبدل همومنا وأحزاننا إلى الخير؟ وكذلك نستمر فنقول حينما قال ربنا عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حتى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إشارة منه سبحانه وتعالى إلى تحسين العلاقة بين أزواجنا وزوجاتنا. فهل يتحقق ذلك أيضا في رمضان؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله بالتعاون معكم نطرحها بين يدي مشايخنا الأفاضل، ونبدأ بفضيلة الشيخ حسن سلمان. شيخنا الكريم، كيف يكون رمضان مغيرا لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نظرنا إلى كل العبادات والأحكام الشرعية عموما، كما يقول العلامة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، لها عللها ولها مقاصدها ولها غاياتها. وغاية الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن يضع الله سبحانه وتعالى أمرا لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم ولا يحقق مقصوده إذا ما أتى الناس إلى هذا الأمر المشروع على وجهه الصحيح وبطريقته المشروعة إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتما يؤدي إن شاء الله إلى مقصوده. فمثلا شهر رمضان، إذا نظرنا إلى شرف المكان فالله سبحانه إلى شرف الزمان، فالله عز وجل جعل هذا الشهر المبارك زمانا لفرض الصيام، وزمانا كذلك لنزول القرآن الكريم. فهو على كل فيه النفحات وفيه البركات وفيه تتنزل الأقدار وفيه ليلة القدر. فشرف هذا الزمان اغتنامه لأجل أن نتغير، هذا من أفضل ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء العباد حتى لا يملوا جعل لهم مواسم،
وننتقل من موسم إلى موسم. كلما جاءنا مثلا تجد أننا نتنقل في الصلوات، نتنقل في الزكوات، نتنقل في الصيام، نتنقل في الحج. حتى في كل فترة من فترات هذه فترات العام تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا من أبواب رحمته حتى نعود إليه وحتى نستطيع أن نصلح أحوالنا. ومفهوم الإصلاح طبعا هو المفهوم المركزي في القرآن الكريم، كيف أن الإنسان يصلح ذاته ويصلح أحواله وينسجم مع فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. فمثلا إذا نظرنا إلى الصيام، هو يعني في جوهره مفهوم تزكوي ومفهوم تطهري، يعني يعمل على تزكية الإنسان وعلى تطهيره وعلى تنقيته. هذه الحالة التي يحققها الصيام، كما أن الصلاة أيضا تحقق ذات المقصد. لكن نلاحظ أن الصيام يتميز بأشياء ربما لا تكون موجودة فيه. يعني مثلا يقتل روح الغريزة والشهوة في الإنسان ويضعفها إلى مدى بعيد جدا. وإذا ضعفت الشهوة وضعفت الغرائز وضعفت الملذات، فإن الإنسان سبحان الله يكون قريب من الحالة الروحية أكثر من الحالة المادية، لأن الطغيان والاقتراب من الشيطان كل ذلك مرتبط بالحالة المادية في الإنسان وليس مرتبط بالحالة الروحية فيه. فالحالة الروحية دوما تشده إلى الله سبحانه وتعالى، تشده إلى السماء، والحالة المادية الغرائزية تشده إلى طين الأرض وتشده هنا دائما إلى الأسفل. فشهر رمضان على كل هو محطة من المحطات التي يمكن للإنسان أن يغتنمها لبداية تحول في حياته. يعني دعني شيخ حسن أناقشك في هذه القضية. هل القضية لمجرد أن الإنسان إذا امتنع من الشهوات الطعام والشراب والجماع تكون نفسه مهيئة مثلا وروحه مهيئة، أو لأن الامتثال لله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى يؤدي بالفعل إلى أن النفس تتزكى وتسمو إلى مصاف المتقين؟ يعني مثلا حينما يحرم الله عز وجل علينا في نهاية رمضان الطعام والشراب والجماع ويحله لنا في الليل، وربما يكون الليل أطول من النهار في بعض المواسم، فبالتالي يعني هناك طعام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني هناك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى يعني هناك فعلا التلذذ بالشهوات. فما تعليقكم حول هذا؟ هو على كل علينا أن ننظر إلى الإنسان بكل مكوناته. الإنسان طبعا ليس حالة روحية فقط ولا هو حالة مادية فقط، فهو عبارة عن مركب من المادة ومن الروح، وبالتالي للروح غذاؤها وللجسد أيضا غذاؤه. ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى قد منع هذه الأشياء، منعنا من الطعام ومنعنا من الشراب ومنعنا من الجماع، لا يمكن أن نقول ليس لذلك تأثير على الإنسان. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيدل على أن والله الإنسان إذا بلغ به الغنى مثلا مبلغه ولم يضبطه ولم يكن مثلا قادرا على أن يكون زاهدا فيما آتاه الله، قد يتحول به ذلك إلى الطغيان. أيضا في المقابل الرهبانية، صحيح الرهبانية هذه قضية، لكن لاحظ الآن لم يتجه بك الإسلام إلى الرهبانية المطلقة ولم أيضا يجعلك ماديا مطلقا. لذلك هذه لابد أن تراعى. فأنت مثلا الله سبحانه وتعالى منعك من الأكل والشرب والجماع ساعات معينة اللي هي ساعات النهار، هذه الفترة تضعف الجسد، وإذا ضعف الجسد لابد أن يكون هنالك تأثير في ذلك، لا نستطيع أن نقول ليس لها تأثير. طيب أحسن الله إليكم شيخ حسن. الشيخ محمد عبد الله، نرحب بكم ونجدد ترحيب بكم، حياكم الله. شهر رمضان شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر قيام الليل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وثبت عن الصحابة أيضا أنهم كانوا يصلون صلاة التراويح حتى لا ينصرفون إلا عند بزوغ الفجر أو قريبا من الفجر. فهل لهذا تأثير في خلق الإنسان؟ هل لهذا تأثير في نفسيته؟ تعليقكم حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال ما ذكره فضيلة الشيخ حسن هو عامل من العوامل. نحن حتى يتزكى الإنسان وحتى يسمو لا بد
أن نشتغل عليه من الناحية الجسدية المادية ومن الناحية الروحية. تكلم الشيخ عن الناحية الجسدية المادية، وهي في غاية الأهمية أيضا، لأن الإنسان إذا كان في حالة الشبع وفي حالة الري ربما نفسه تتوق إلى يعني الانفلات، ولكن حينما تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع في هذه الفترة، فلا شك ولا ريب أن النفس تكون مؤهلة، وحين ذلك حينما يأتيها النداء الروحاني من الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وبالصلوات وببقية العبادات، كل العوامل تزكي الإنسان وترفع من شأنه. لذلك إذا أتينا إلى عنوان الحلقة، أن رمضان يغير الإنسان، لا شك بالعاملين الاثنين يتغير الإنسان، وإذا أحسن استغلال هذين العاملين فإنه في نهاية رمضان يختلف عن بداية رمضان. طيب، متى يتغير الإنسان بقراءته للقرآن الكريم وتأثره به؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هل لهذه الآيات تأثير حينما يكون الإنسان قد مضى يومه كله صائما ويقضي بعض ليله تاليا لكتاب الله مصليا بين يدي الله؟ هل تتزكى النفس؟ لا شك أن النفس ستتزكى إذا كان الإنسان يعني أعمل جانبا مهما في قراءته للقرآن. لم يقصد ربنا تبارك وتعالى من قراءة القرآن أن يتحرك اللسان وأن يردد الآيات، لا شك أنه مأجور على ذلك، نحن لا نمانع في ذلك، ولكن المقصود الأساس للقرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا أعمل جانب التدبر في قراءته لكتاب الله ومعرفة معاني القرآن الكريم، لا شك أنه سينعكس ذلك إيجابا على نفسه، رغم أننا نقول أن مجرد السماع للقرآن أو مجرد التلاوة بحد ذاتها تؤثر على الإنسان، ولكن الأثر الحقيقي الذي ننشده في مثل هذه المناسبات هو الأثر الذي يأتي من خلال معرفة مراد الله سبحانه وتعالى والتدبر في آياته. كل هذه العوامل تؤدي إلى تزكية النفس البشرية وتعلو بها. لذلك من تدبر في كتاب الله عز وجل وأمعن النظر فيه كان له أثر كبير في تغير حياته بأكملها. بارك الله فيكم. الشيخ عبد العزيز، حياكم الله، هل أنتم معنا؟ نعم، معك شيخ. حياك الله شيخ عبد العزيز. ربنا عز وجل في وسط آيات الأحكام قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل للدعاء أثر في تغيير المسلم الصائم؟ حدثونا حول هذا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على. أما بعد، لا شك عندما أخبر أن للإنسان فرحتان عند فطره، يعني أنه فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة. فمما جعل والله أعلم الدعاء مستجاب والعملية الروحانية التي كان متلبس بها طوال يومه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الشباب وقال لهم: تزوجوا، ثم أخبرهم في النهاية أنكم إذا لم تستطيعوا صوموا، لأن الصوم يهذب النفس فإنه له جاء يهذبها ويكبح جماحها. فجماع شهوة، جماع الفوران، كلها كمش عند الصوم. وأيضا من العوامل المهمة التي تكون خاصة في رمضان أن الشياطين أو مردة الشياطين تغل ولا تصل إلى ابن آدم كما كانت تصل إليه في السابق. هذا عامل مهم. وأيضا الجوع
يكسر النفس، يكسر شهوتها. فأعدى عدو للمرء هي نفسه والشيطان. هذان العدوان يكونان يقلان. فالأول غل بالسلاسل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني غل بالصيام وكسر الشهوة والجوع والابتعاد عن ملامسة النساء. فهذا مما جعل له قلب حاضر، نفس رقيقة. فإذا دعا ورفع يديه إلى الله جل جلاله دعا بقلب منكسر، غالبا ما يكون منكسرا حاضرا للقلب متجها إليه سبحانه وتعالى، فيكون له سبب في إجابة الدعاء بحوله وقوته. وخاصة حينما يكون في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل كما يقوم الناس في هذه الأيام، فيكون أيضا سببان: سبب القيام والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء والقنوت. وهذه من الأسباب التي تجعل بإذن الله للدعاء عوامل إجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا. جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز. شيخ حسن، الآية ختمت بقوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما علاقة الاستجابة والإيمان والرشد بالدعاء؟ هو سبحان الله يعني آيات الصيام في سورة البقرة تكاد تكون جمعت كل المقاصد: مقصد التقوى، مقصد التيسير، مقصد الذكر، مقصد الدعاء، مقصد الاستجابة، مقصد الإيمان، كل ذلك سبحان، مقصد الشكر، كل ذلك سبحان الله في 5 آيات. يعني تلاحظ أن فيها أشياء عجيبة جدا. ومنها سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أورد هذه الآية في سياق وبالتالي كأنما أن والله عندك الصوم وعندك تلاوة القرآن وعندك ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاءه. نعم. لأنه يتكبر الله، ذكر التكبير صحيح. وذكر الدعاء، ومع ذلك أيضا ذكر كما تفضلت: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وطبعا هنا ستلاحظ بأن الإيمان سابق للاستجابة، والاستجابة أيضا مؤثرة في الإيمان. ويمكن أيضا أن نعكس المسألة على كل مسألة يعني متداخلة. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك: إذا أردت أن يكون صومك مؤثرا ويؤدي إلى التقوى ويؤدي إلى الشكر ويؤدي إلى الرشد، تحتاج إلى استجابة صادقة حتى يكون الأمر فعلا مؤثر. تحتاج إلى استجابة صادقة من حيث أنك تتلقى أمر الله سبحانه وتعالى بالقبول وبالإيمان. وكأنه سبحان الله هذه الآية فيها إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بمعنى مصدق به، مؤمن بفرضيته وبأن الله أوجبه، ومصدق بذلك ومقر به ومستجيب لأمر الله فيه ولم يأخذك الإباء. يعني هل ممكن أن نقول شيخ حسن، بما أن الصيام مشقة، فيه مشقة، وبما أن أيضا يعني القرآن الكريم كذلك فيه مشقة، فإذا ما أردت أيها العبد أن تعان، فعليك أن تستجيب نداء الله في دعائك له. نعم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. فإنك إذا سألت الله الإعانة كما قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. فإذا آمنت بوجوب هذه الأمور واستجبت لنداء الله فإن من الرشد أن تسأل الله عز وجل، فسوف هو يمنحك الإعانة. هل ممكن أن نقول هذا؟ نعم، جزاك الله. هو صحيح، يعني هي كلها واردة في هذا المعنى. والرشد طبعا أعلاها، لأن يعني الرشد ستلاحظ يرشدون. أنا متعجب من نهاية هذه لعلهم يرشدون. سبحان الله، شيء عظيم. الرشد في القرآن الكريم يدل على العلم، ويدل على الحق، ويدل على الهدى، ويدل على الصلاح، ويدل على النفع، ويدل على حسن التصرف. هذه كلها معاني سبحان الله تجدها. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يعني في الحجرات: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون. شوف سبحان الله هذا المعنى العظيم، إنه والله خلاص لما يحبب إليك الإيمان ويزين في القلب، يعني مش حب عادي،
إنما يعني كأنما وصل الإنسان إلى حلاوة الإيمان، وصل إلى حلاوة الإيمان، حينها يكون فعلا خلاص وصل إلى مرحلة الرشد. وهنا على كل موضوع التقوى وموضوع الشكر التي تقدمت في الآيات وموضوع الاستجابة والإيمان كلها ستؤدي بك إلى الرشد. وإذا كان الإنسان راشدا وخرج من رمضان وهو راشد فإنه سيكون حسن السير والسلوك إنجاز التعبير، يعني سلوكه منضبط، تصرفاته منضبطة، أقواله منضبطة، عقليته منضبطة، بعيدة عن الشبهات والشهوات، حينها يسمى راشد. جميل. أبو عبد الهادي، يعني القرآن الكريم أرشدنا إلى الصيام، والصيام أرشدنا إلى ضبط النفس. كيف يمكن الصيام أن يجعلنا أصحاب أخلاق طيبة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى المقصد الأساسي من حكم الصيام، من فرضية الصيام، سندرك تمام الإدراك أنه يؤدي إلى هذه المعاني السامية. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. لعلكم تتقون في ألسنتكم، لعلكم تتقون في أعينكم، لعلكم تتقون في آذانكم، لعلكم تتقون في شهاداتكم، لعلكم تتقون في كل أموركم. لأنه هذه الفريضة وهذه الشعيرة هي يعني منطلق عظيم لمثل هذا التغير. لذلك أنا لازلت أصر أن أقول أن أعظم مواسم تغير الإنسان هو شهر رمضان المبارك. يعني يمكن أن يتغير في أي وقت، لكن عوامل التغير هيأها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ما لم يهيئه في بقية الأزمنة. سبحان الله. يكفي أنه فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد مردة الشياطين، وجعل لنا في النهار من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من وعد. نعم. وجعل لنا في الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل لنا العشر الأواخر من رمضان اللي هي من أعظم الليالي، ليالي العام كله. وجعل لنا ليلة القدر. كل هذه العوامل هي عوامل يعني مؤثرة لأن يتغير الإنسان وأن يتبدل من حال إلى حال. طيب، هل ممكن نحن أن نفهم من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، معنى هذا أنه يتنازل عن حقه فلا يبادره بالمثل، لأن الحق أن يقال فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو الأصل، منطق العدل. نعم. لكن في رمضان يقول لك: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. تعليقكم حول هذا؟ لا شك أنك وأنت متلبس بهذه الشعيرة وبهذا العمل العظيم لا تماثل الإنسان بمثل أخلاقه. هذب أخلاقك وكن حسن الأخلاق ولا تبادله بنفس السلوكيات. يعني جميل. ممكن أن تقول له: يا أخي أنا لست ضعيفا في الرد عليك، ولولا أني صائم لكان الإجابة كما ترى، يعني أو كلمة إني صائم هذه كافية تعطي معاني أعظم مما لو قال مثل هذا الكلام. وإلا لو لأطلق له العنان في أن يرد بالأسلوب الأنسب، ولكن قال: قل إني امرؤ صائم. قل إني امرؤ صائم. وهي عملية تدريبية على كل حال، تدريب طبعا لضبط النفس. إذا كان المدربون يقولون العادات تتغير بتكرارها لمدة 21 يوما، الإسلام أعطانا 30 يوما ليغيرها. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. على لبطات بجنة بأمانة بدينين أبوتاتنا نفعات يمنيرم بزوح طبوق تكبرات ما أورسومنا فمدما تاريخهم نحنا ندقنا نمحل الفردوك زي كتنفعوه كتمهارو سبقوت كتكونوا جاقانو كتكونوا تاريخكم فلوطو عب تلفزيون سلام كنا الرخبنا خطاتوا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم والعود أحمد. الشيخ عبد العزيز، هل أنت معنا؟ معكم شيخنا. يا حي الله هذا الوجه الطيب. شيخنا الكريم، نجد كثير من الناس يخرج عليهم رمضان أو يخرجون من رمضان ولا تتغير أحوالهم، فتجد الذي لا يصلي كما هو لا يصلي، والذي والعياذ بالله مرتكب للكبائر كما هو، والذي والعياذ بالله عاق لوالديه قاطع للرحم كما هو، لا يتغير، لم يتغير في رمضان.
ترى ما هو السبب؟ تعليقكم حول هذا يا شيخ عبد العزيز، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقهم إلى الخير والصلاح والتوبة النصوح إلى الله جل وعلا. وهذا السبب أو هذا الشيء الذي ذكرتموه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل من سلالم المنبر فيقول آمين آمين، فذكر في إحداهن أن جبريل أتاه وقال له: من أدرك رمضان فلم يغفر له خاب وخسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما في هذا الشهر من عظيم الأجر وعظيم الرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى. فمن حرم التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم فقد حرم. وقد ذكر المشايخ فضائل كثيرة في هذا الشهر، وكما ذكروا سابقا هي التقوى التي يحققها المرء. فإذا كان المرء لا يعرف الله سبحانه وتعالى في عامه كله فهو حري به أن يحرم من فضله سبحانه وتعالى الذي يفتحه لعباده المؤمنين الذين يتواصلون معه على الأقل مع الله سبحانه وتعالى ولو بالصلاة ولو بأقل الأعمال. أما الذي لا يصلي ولا يعرف الله وهو ليس قريب فهو حري به أن يحرم من فضائل رمضان ومن خيرات رمضان. ولكنه مع ذلك تجده هذا الإنسان أكثر انكسارا أو قلة للشر في هذا الشهر، لما في هذا الشهر من الفضائل التي ذكرت من تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، وحتى أن الشياطين لا تتمكن من إغواء ابن آدم كما كانت سابقا. فتجد حتى جماح الشر عنده مكبوحة أقل من ذي قبل. وإذا انقضى رمضان وإذا فات رجع إلى ما كان عليه أشد ما يكون والعياذ بالله. فهذا سببه عدم لقائه أو عدم تواصله مع الله سبحانه وتعالى طوال العام، وهذا حرمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعلى إخواننا المسلمين. فلا بد للمرء أن يعمل. فكما قال حينما يقول الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذكر له في جانب من جوانب هذا الدين، حينما ذكر له سوء حفظه أو العلم، فقال له إيش؟ قال: وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي أو لا يؤتاه عاصي. فالعاصي يكون بعيدا عن الله، بعيدا عن الصيام، بعيدا عن الصلاة، فتجده كبير في سنه وهو لا يزال يشرب الخمر ويعاقر النساء وبعيد عن الصلاة مع كبر سنه وشيبه والعياذ بالله. وذلك الشاب وتلك المرأة وذلك، فلا بد أن يتعرض الإنسان إلى نفحات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبعدنا عنه وأن لا يحرمنا منه سبحانه. تسمح لي أن أداخل؟ طيب تفضل. أنا أثني على ما قال الشيخ عبد العزيز، ولكن هناك فرق بين إنسان يدخل عليه شهر رمضان وهو ينوي أن يتغير وهو ينوي أن يعظم الشهر، وبين إنسان يعتبر رمضان هو كحجر عثرة ينتظر متى ستزول حتى يعود إلى ما كان. لذلك أهل العلم يقولون في شروط التوبة أن يعزم على عدم العود. إذا كان الإنسان يقول رمضان ثم يعود بعد رمضان، هذا يعني سيتكرر عليه هذا الأمر، لا يمكن أن يتغير. ولكن هناك إنسان يشعر بالأسى ويشعر بالندم على الأمور التي يرتكبها، ووجد أن شهر رمضان فرصة عظيمة لأن يتغير، فنوى في بداية دخوله لرمضان أن يتغير، فالله سبحانه وتعالى سيعينه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنية الصالحة والنية الطيبة لها دور عظيم في تبدل أحوال الإنسان. لكن الإنسان إذا كان يدخل، يعني للأسف
بعض الناس رمضان لا يعدو أن يكون مجرد عادات وتقاليد تتكرر سنويا، لأنه اعتاد منذ الصغر أن الأبوين والإخوة والأخوات يصومون فصامه معهم كعادة وكتقليد. أما كدين ويعني الانصياع لأمر الله عز وجل فهذا بعيد عنه، لا يمكن أن يتغير. الذي كان لا يصلي وصلى في رمضان لأجل رمضان ثم خرج رمضان لا يمكن أن تراه يصلي تعليق بعد جميل ذلك. جدا جدا وإضافة جميلة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب، من معي؟ ابنك أبو صقر يا عمي. حياك الله أبو صقر، يا مرحبا، تفضل. أنس بيان. والله أولا نبارك لكم دخول هذا الشهر المبارك، يبارك لنا فيه. حياك الله. اللهم آمين. الله يبارك فيك. والله أنا لن أضيف على ما قلتموه، لكن عندي إضافة بسيطة. أحد العلماء سئل عن أفضل الأمور التي يدخل بها المسلم إلى رمضان، فقال تبدأ رمضان بكثرة الاستغفار. فقال ليش كثرة الاستغفار؟ قال لأن الإنسان إذا دخل وأكثر في الاستغفار لن يحجب من قوة العبادة. يا سلام. وأنا أيضا أنصح الإخوة الشباب أن يسعون جاهدين بالخروج من رمضان بغير القلب الذي دخل به. طيب أبو صقر، خلينا أناقشك شوية. العاصي طيب ماذا يفعل؟ يعني الذي لم يستغفر الله وقلبه بعيد وأسرف في الذنوب والمعاصي. شيخ عبد العزيز الآن يعني خوفنا بالله وقال من كان عاصيا طوال العام فإن لا فرصة له في رمضان، أو ربما لا يكون له فرصة في رمضان. وصحح هذا المفهوم الشيخ محمد عبد الله وقال حتى لو كان مسرفا في غير رمضان ولكن لو كان نيته طيبة وعظم حرمة الله عز وجل وعظم شهر الله فإن الله غالب أن يوفقه. من لهؤلاء يا شيخ أبو صقر في رأيك يعني البعيد عن الله عز وجل كيف يرجع إلى الله؟ والله يا عمي ولا يهونون المشايخ أن باب التوبة مفتوح، وأنا أعتقد أن رمضان هو بوابة كبيرة أنك أنت تبتعد عن جميع المعاصي. يا سلام. لأنك أنت ستصوم لمدة طويلة، وهذا يعني شهر فضيل جدا، فسيكون يعني البوابة كبيرة جدا أنك أنت تبتعد عن المعاصي مثلا كالتدخين كالنظر للمحرمات، وتستغله تسعى جاهدا يعني أنك تستغله بقراءة القرآن بصلاة التراويح. شاكر لك يا أبو صقر على هذه المداخلة الطيبة، كلامك جميل جدا. شيخ حسن، هذه قضية كبرى، كيف نعالج يعني هؤلاء؟ أن أصحح شيخ برهان، لعلي تسمح لي أن أصحح العبارة التي فهمت مني أنا، لأنك أنت سألتني سؤالا محددا. الإنسان الذي يأتي عليه رمضان ولا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله كيف يعني ما شأنه، فأنا أجبت عن هذا الشخص ولما أقول أن الإنسان الذي ينوي أن يتوب وجاءه رمضان فجاء بقلب منكسر ليس له حق، لكنه إنسان مثل ما ذكر الشيخ محمد، إنسان جاء حتى رمضان لم يغيره وهو لاهي وهو معرض ولا يصلي ولا يقبل على الله، فهذا الإنسان الذي تكلف عنه الآن. بارك الله فيك، جزاك الله على التوضيح. على كل حال يبقى الواقع في المعصية هو بحاجة إلى التذكير وإيجاد الحلول، فلذلك نطرح هذا الأمر على الشيخ حسن سلمان. يعني هناك حقيقة يعني ناس أصلا لا يرى وجوب شهر رمضان، صيام شهر رمضان. يعني ما كنا نعيش لنرى هذا الأمر، ما كنا نتصور أبدا أن نرى بروفيسور وعالم كبير في الجامعة يتبجح في الإفطار في نهاية رمضان ويقول لك من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وهذا عادي جدا. تذهب عند بعض المقاهي تجد هناك من يأكل ويشرب، إلا في بعض البلدان التي اصطفاها الله عز وجل فتحترم هذا الشهر وتغلقه، لكن في كثير من البلدان الإسلامية مع الأسف لا تغلق المطاعم، لا تغلق المطاعم، ويرتادها من الأساتذة والدكاترة في الجامعات مع الأسف، وربما ارتادها أطباء
وحكماء ولا حكمة لهم في هذا. يعني هؤلاء كيف نعالجهم؟ يعني بروفيسور كيف تعالجه؟ تقول تقنعه بأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فقه يا أخي. وأيضا المسرف على المعاصي وبعيد عن الله، كيف نعالج هؤلاء يا شيخ حسن؟ حياك الله. حقيقة نحن نحتاج أول إلى العودة إلى منهجية القرآن الكريم وطبيعة التنزل الأول. هذه مسألة مهمة جدا. يعني لك أن تتصور الصيام لم يتم الحديث عنه في المرحلة المكية مثلا، وجاء في السنة الثانية من الهجرة. وظلت المرحلة المكية تؤسس لثلاثة مفاهيم أو 4 مفاهيم تكاد تكون هي أصول هذا الدين. أول قضية ظل يركز عليها القرآن الكريم هي العلم بالله. يعني مهما حاولنا أن نقول للناس صوموا أو تصدقوا أو تزكوا أو كذا، ما كان لهم أن يفعلوا إذا لم يقدروا الله حق قدره. هذه أهم قضية. يعني المدخل الصحيح لكل هذه المشكلات كيف أنك والله تعظم الله في قلوب الناس. يا سلام. كيف تجعل الله سبحانه وتعالى مقدر حق قدره. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. فإذا عرف الناس الله سبحانه وتعالى عرفوه حق معرفته، عرفوه بأسمائه وصفاته، وعرفوه بآلائه ونعمه، وعرفوه بكماله وجلاله وعظمته فلا شك، وعرفوه كذلك بعقابه وثوابه، عرفوه بهذه المعاني الكبيرة. ما لكم لا ترجون لله ما وقارا. لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الأصل الأول الذي نحتاج حقيقة في دعوتنا للناس أن نبدأ به ونركز عليه، لأنه كثير ممن يتكلمون هذه المعاني ولم يقدروا الله حق قدره. الأمر الثاني وهو مرتبط ارتباط مباشر بقضية التوبة وقضية أنه كيف يدخل الإنسان اللي هي الإيمان باليوم الآخر. تجد أن القرآن ركز في المرحلة المكية، معظم الآيات المكية قارعة وصاعقة وقوية ومؤثرة في القلب. ولذلك عائشة رضي الله عنها انتبهت إلى هذه المسألة، قالت والله لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا لكن صحيح. بدأهم بشيء من العلم بالله والحديث عن الآخرة والترغيب والترهيب، لانت القلوب. ولذلك نحن محتاجين إلى التركيز أيضا في الآخرة. وجزء عما سبحان الله أجزاء معي. شوف الله سبحانه وتعالى جعل آيات مختصرة وبسيطة ما تجد فيها أحكام كثيرة، هو عبارة عن الحديث عن الله وعن الآخرة. يا سلام. هذه مسألة مهمة. المسألة الثالثة النبوات، نبوة والرسالة، هذه أيضا من الأصول اللي يجب التركيز. النقطة الرابعة أصول الشرائع قبل تفريعاتها. طبعا هذه أيضا من الأشياء المهمة. فأنا أقول ماذا تقصد بأصول الشرائع؟ أصول الشرائع يعني مثلا قضايا الجهاد مثلا كان الأصل لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزكاة كان الأصل فيها الصدقات العامة والصدقات العفو والمال. يعني كثير من القضايا، الشورى مثلا كانت من الأصول الأساسية للنظام الإسلامي. في كثير من الأصول جاءت في المرحلة المكية لكن فصلت في المرحلة شنو؟ في المرحلة يعني كل قضية جاءت كأصل في المرحلة المكية فصلت في المرحلة المدنية. فهذه الأصول يتم التأكيد عليها. فالذين مثلا لا يتكلمون عن قضية والله يناقشك في فرضية الصيام، معنى ذلك يجهل تماما أصول هذا الدين، ويجهل تماما ما هو المفروض، ويجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبالتالي هذا مهمتنا أن نعلمه أولا من هو الله. أيوة صحيح. عليكم. مهمتنا أن نعلمه من هو الله ونعلمه شريعة الله، وأن ما نقوله ليس من أهوائنا ورغباتنا ولا لأنه عادات وتقاليد ولا لأن والله الشيوخ يحبون هذا، لا، إنما هو دين الله سبحانه وتعالى ورسالته التي أنزلها للبشرية لتخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا أقبل الإنسان إلى رمضان بهذه الروح فلا شك لا يمكن أن يخرج منها بغير الهداية وبغير الرشد وبغير التقوى. لكن كما تفضل الشيخ، إذا والله قصدها عادة وقصدها إنه والله موسم من المواسم بلا شك. والخطورة أن الذي يخرج من رمضان يعني دون أن يهتدي أو دون أن يكون على طريق خلاف ما دخل بها، فإن ذلك دلالة على عدم القبول، لأن الله عز وجل إذا قبل العمل زادك الذين اهتدوا زادهم هدى. هذه خطيرة جدا. يعني الإنسان عليه وآتاهم تقوى. فعلى الإنسان أن ينتبه. يعني أنت مجرد ما دخلت إلى هذا الشهر يجب أن تدخل بإرادة. وطبعا كثير من علماء السلوك وعلماء التربية قالوا لو أن الدنيا كلها اجتمعت على الإنسان أن يكون صالحا بالشرطة بالدورات التدريبية بالأمور الظاهرة لا يمكن أن يصلح إلا من الداخل، اللي هو يسميه على عز بلغته البعد البراني، البعد الجواني. فقضية النفس
والداخل. فإذا قرر الإنسان سبحان الله أنه لا بد أن يصلح نفسه، حينها لو اجتمع عليه أهل مكة جميعا بالتعذيب فيظل يقول أحد ما يستطيع، يعني لا يستطيع أن يهزم ما دام أنه قرر. ولذلك الإنسان سبحان الله يقولون هو قوي جدا بإرادته، ممكن يكون ضعيف بجسده، الشرطة قد يسجنك، الشرطة قد يعذبك، الشرطة قد، لكن لا يستطيع أن ينزع منك إيه؟ لا يستطيع أن ينزع منك صحيح. وينزع منك قناعاتك لا يستطيع هذه. ولذلك نحن محتاجين للصائمين أن نخاطبهم بأنه والله صحة الإرادة. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله لما بدأ كتاب المدارج بدأها باليقظة والفكرة ثم البصيرة ثم الإرادة والعزيمة. صحيح. فإذا كان والله هنالك نور الله سبحانه وتعالى أشع في قلب الإنسان المؤمن يشكل الفكرة. نقول إذا تشكلت الفكرة علم حقائق الإيمان وحقائق الوجود وحقائق الجنة وحقائق النار، تنشأ عنده كإيه كمعالم كلية، وهكذا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليكم تعليقكم. حياك الله. وإني لغفار، سبحان الله هذه تستوقفني كثيرا. وإني لغفار لمن تاب، خصوصا الثلاثة واضحات، إني غفار لمن تاب أيوة وآمن وعمل صالحا. نعم. كانت هذه المسألة تكفي أن يقال خلاص يعني هذا الشخص عبر. صحيح. لكن سبحان الله لما قال ثم اهتدى، الإمام ابن بطة يقول لزم السنة، وغيره يقول واظب واستمر على ما كان عليه. يعني ما ممكن تتوب إني غفار تاب وآمن وعمل صالح ثم انقطع، لا. وكأن هذه أشياء وقتية يعني. أيوة هذه والخاتمة أنه الخاتمة أن تستمر عليها وأن تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. هناك مشاركة في الواتس من الأستاذ أحمد سعيد في الفيس، آسفين، في الفيس بوك وليس في الواتس، يعني حتقتلونها، هذا خطأ. يقول الشيخ أحمد الله يحفظه ويرعاه: الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أعتقد العاصي قد يتوب إلى الله في رمضان ويكون إنسان صالح، فكم من الناس في رمضان صلح أمرهم. رمضان فرصة لأي عاص أن يتوب، والله غفور رحيم، ومن تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مشاركة جميلة جدا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا. نتمنى أن تتواصل معنا، وخصوصا في برنامج باللغة التقرينية غدا، يعني ربما نحتاج اتصال جميل منك. جزاك الله خيرا، أفدتنا أفادك الله. الحقيقة هو كذلك، يعني الموضوع يأتي إلى من كان منيب إلى الله عز وجل، حتى لو كان عنده ذنوب كأمثال الجبال، كما في حديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا. حديث. فالمسألة يعني تنحصر، والله أعلم، وأنتم يعني مشايخنا وأساتذتنا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. القضية تأتي ها هنا متى ما عظم الإنسان هذا الشهر الكريم وقال كيف أعصي الله في هذا الشهر. يعني نذكر بعض مواقف العجيبة من الذين حقيقة في قلوبهم تعظيم لله عز وجل ويقعون في المعاصي. بينما أسير ذات يوم في يوم عرفة ومررت بحجاج يشربون الدخان، فقلت لهم: يا إخواني، حتى في يوم عرفة ما تتركون الدخان؟ فأحدهم بكى فورا، كان في يده الدخان، انفجر بالبكاء، فقال: بلى والله، وجلس يبكي ويبكي ورمى الدخان. فتعجبت من سرعة تأثره. يعني بعض الناس قلوبهم حاضرة، يحتاج فقط مجرد تذكير. هذا عاصي في يوم عرفة، الناس تدعو الله تتضرع وهو يشرب دخان. لما قلت يوم عرفة تشرب، ورمى بها وهو يبكي. فالموضوع كما تفضلتم مشايخنا الكرام ينحصر فيما يتعلق بمن يعظم شعائر الله،
فإن الله عز وجل يقبل توبته. وختام ذلك وخلاصته: إن الذين لا يرجون لقاء الله رضوا بالحياة الدنيا، هذه آية. والآية الأخرى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. مشاهدينا الكرام، كنا في حديث ماتع مع مشايخنا وأساتذتنا في هذه الليالي المباركة، الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله من داخل الاستوديو، والشيخ عبد العزيز عطا، والشيخ عبد العزيز عطا من خارج الاستوديو. باسمكم جميعا نرحب. غدا لنا لقاء باللغة التجرينية إن شاء الله تعالى في موضوع جديد. ابقوا معنا وتابعونا، تجدوا إن شاء الله ما يسركم، وكذلك نسعد بتواصلكم وتعليقكم وطرح أسئلتكم على مشايخنا وأساتذتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.